مرحبا. الحركة المتغيرة ميكانيك 1 سنة ثانية رياضيات. تعريف الحركة المتغيرة هي حركة نقطة مادية على مسارها الموجه إذا لم تكن منتظمة ولم تكن متغيرة بانتظام. مثال: بفرض حركة نقطة مادية M على المحور OX بالتسارع معادلته هي جمع تساوي 8t ناقص 3. المطلوب ما يلي: عين أولا بدلالة الزمن معادلة السرعة ومعادلة الحركة أو قانون الحركة. طبعا في شروط البدء: المسافة كانت -1 والسرعة 2. بين نوع الحركة في اللحظة t تساوي 2. فيما يتعلق بالحل، طبعا انطلقنا من انه التسارع العددي هو مشتق السرعة، يعني د في على t. نكامل هذه العلاقة، معناها فيه تكامل التسارع. بدلنا معادلة التسارع هون وأوجدنا التكامل. هلا التكامل في هون ثابت التكامل C بنحدده من شروط البدء. طبعا عوضنا شروط البدء، وجدنا انه ثابت التكامل C يساوي 2. الآن معادلة السرعة بنعوضها طبعا هنيك الثابت في المعادلة هاي. طلعت معي معادلة السرعة V تساوي 4t مربع ناقص 3t زائد 2. قانون الحركة يعني هو مكاملة هذه المعادلة، معادلة السرعة. S تساوي تكامل V بدلتا t. عوضت بدال V المعادلة وأوجدت التكامل، ثابت التكامل C1. نستطيع إيجاده من شروط البدء اللي أشرت لها في نص المسألة. طبعا بعد التبديل طلع معنا C1 ناقص 1 تساوي ناقص 1. بدلناه بمعادلة المسار أو قانون حركة. هاي قانون حركة S تساوي 4 على 3 t مكعب ناقص 3 على 2 t مربع زائد 2 t ناقص 1. طبعا t هو الزمن المقصود فيه. نوع الحركة في اللحظة t تساوي 2. عوضنا في معادلة السرعة هاي وفي معادلة التسارع اللي احنا اعطيناها وين بنص المسألة هون. قيمة t وجدنا انه الجداء اكبر من 0، يعني السرعة بالتسارع العددي اكبر من 0، اذا الحركة متسارعة. شكرا لحسن الاهتمام.